السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنت منزله معاكم، واعتذر طبعا عن التاخير. عايزه اقول لكم ان انا كان بقالي فتره طويله من ساعه ما جيت هنا الشقه الجديده، ما شفتش اهلي، فرحت قعدت عندهم كده كام يوم، شبعت منهم ولسه راجعه حالا. فاعذروني بقى بالله عليكم وحقكم عليا، وهصالحكم النهارده ان شاء الله في الفيديو. ده اولا. ثانيا حابه طبعا ارحب بكل الامارات الجداد اللي دخلوا اشتركوا عندي في القناه، وبشكركم جدا 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 على التعليقات الجميله اللي بترفع من روحي المعنويه وبتسعدني اللي انتوا بتكتبوها لي. كمان عايزه ارحب بكل اهل السعوديه الامارات اللي بيكتبوا لي كلام بجد بيفرحني جدا جدا، وربنا يا رب يسعدكم زي ما بتساعدوني. كمان مكة المكرمة ناس كتير قوي بتبعت لي منها، وببقى في قمة سعادتي لما بلاقي كده في اخر التعليق علم السعودية، او دعوة جميلة كده من الاراضي المقدسة دي، بجد بتفرحوني. وربنا يا رب يكرمكم ويسعدكم زي ما بتساعدوني. والله يا جماعة بجد مش عارفة اقول لكم ايه، ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب. وكمان اهل العراق، يا اريج فينك يا اريج؟ ما بتكتبيليش ليه؟ هستنى رايك النهارده يا اريج في الفيديو بتاع النهارده، واشوف تعليقاتك الجميله. كمان ام اسلام اختي وحبيبتي وصديقتي من عند الملاهي، منوراني ام اسلام. ونجلاء حبيبه قلبي، يا نجلاء من ليبيا، منوراني انتي وكل اهل ليبيا، اجمل شعب ليبيا واحسن ناس طبعا، اخواتي وحبايبي، ربنا يا رب يبارك لكم يا رب ويخليكم. وهند طبعا من العراق، ما اقدرش انساكي يا هند حبيبه قلبي. طبعا برحب باي حد يكتب لي من اي دوله عربيه، كلكم حبايبي واخواتي وعلى راسي من فوق. وطبعا مش ناسياكي يا ام تالين، كلنا يا جماعه ندعي الام تالين، هي طالبه في كليه حقوق وعندها تالين، ربنا يا رب يبارك لها فيها ويحفظها. وطبعا بشجعك يا ام تالين، وربنا يا رب ينجحك يا ام تالين، وتخلصي الكليه على الف خير يا رب، وربنا يا رب يحقق لك كل اللي بتتمنيه. ويلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي الفيديو مع بعض ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى الفيديو ده انا كنت متحمسه له جدا جدا جدا، واخيرا خلاص هعمله معاكم النهارده ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هنرتب الدريسنج وننظمه مع بعض. علشان بقى خلاص خلاص انا اصلا عايزه اخلص من قصه الهدوم دي بقالي فتره طويله، وكل شويه عماله باجل فيها لحد اما شطب الدريسنج على الاخر، وهو مش باين له تشطيب دلوقتي خالص. فقررت بقى ان انا خلاص احط بقى الهدوم واطبقها على كده، وابتدي ان انا انظمه على كده، علشان بجد موضوع الهدوم ده عامل لي ارق في دماغي وتوتر فظيع، وحاجات كتير قوي بنبقى محتاجينها مش لاقيينها، والهدوم بقى على بعض، حاجه فظيعه، واوضه النوم بقى كركبه على الاخر. فقلت لا خلاص ما بدهاش، هو المهندس عنده ظروف كده، فما عرفش ان هو يجي يخلص لي بقيه الحاجات اللي احنا محتاجينها في الدريسنج. انا كنت عايزه اعمل بس كمان وحده يكون فيها ادراج، والباب بتاع الدريسنج قلت اصبر عليه شويه لان سعره عالي جدا، فقلت مش مشكله ان احنا بس نخلص الدريسنج نفسه دلوقتي ونشطبه، وبعد كده نبقى نعمل الباب قدام في الحاجات اللي هتتعمل بعد كده. المهم اخر حاجه كنا وصلنا لها اللي هو الستيل الذهبي اللي انتوا شفتوه ده، الستيل الذهبي اللي في كل الاطراف ده ستيل ذهبي معدن يا جماعه، مش اللي هو بيتلزق، لا ده معدن. الجوده بتاعته حلوه جدا، وحاسه كده ان هو مدي فخامه شويه في الدريسنج. تمام. طبعا اللي ما يعرفش الدريسنج ده كان الدولاب بتاع غرفة النوم القديم بتاعي، وبما انه خشب محترم وكده، والدريسنج كان هيكلفني تكلفة عالية جدا، فعرضت على المهندس ان هو ياخده يفككهولي ويعملهولي يستخدم الخشب بتاعه في الدريسنج. فنفعت الفكرة الحمد لله، وبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. فانا مش هينفع خالص ان انا استنى اكتر من كده. الهدوم عايزه اقول لكم عندي غرفة النوم دي عاملة زي الوكالة تمام. فقلت بقى لا خلاص لازم بقى خلاص ان انا اتصرف، وابتدي بقى ان انا كده انظم حاجتي، وابتدي ان انا اطبق كل حاجه واعلق كل حاجه. وتعالوا بقى كده نبتدي مع بعض ونشوف اول حاجه انا عملتها ايه. اول حاجه طبعا العبايات بتاعتي، انا من عشاق العبايات السوداء زي ما انتم شايفين كده، والملونه برضو، بس انا عندي كميه عبايات سوداء كتير لاني بستخدمها في معظم نزولي فاهمين، بستسهلها والعبايات الملونه كمان زي ما انتم شايفين كده، دي لسه جايباها جديده ما استعملتهاش خالص. ان شاء الله كده نبقى نشوف بقى ننسقها كده مع بعض هتتلبس مع ايه. ودي طبعا شفتوها خلاص في الفيديو بتاع الركنه تقريبا. فالمهم قررت كده ان انا اعلق بقى العبايات. اول حاجه طبعا عايزه اقول لكم ان معظم الحاجات اللي انا هعلقها دلوقتي معاكم كلها او معظمها عايزه تتكوي، محتاجه ان هي تتكوي. فبصراحه قررت ان انا اعلق كله على الوضع ده،
وساعة الاستخدام ان شاء الله يبقى ايه اكوي، يعني لو حاجة انا هلبسها او احمد هيلبسها او حاجة محتاجينها الولاد ان هي تتكوي يبقى اكوها لهم. لكن دلوقتي قررت كده ان انا اعلق كل حاجة كده زي ما انتم شايفين. طبعا كان نفسي اجيب بقى الشماعات كلها اسطمبة واحدة، بس ما كنتش يعني ايه الوقت مش مسعفني بصراحة يعني. فقررت كده ان انا يعني اتصرف كده باللي موجود عندي على اساس ان انا اخلص بقى من المرحلة دي. يعني انا الموضوع ده من ساعة ما نقلت الشقة يعني عايزة اقول لكم واكل دماغي، يعني عايزة بجد اعلق كل حاجة واطبق كل حاجة واخلص من موضوع التطبيق ده. لان انا الفيديو ده عايزة اقول لكم خد مني تقريبا يومين وانا بطبق في الهدوم وانا بنظم في الدريسنج وانا عماله احط في حاجات واشيل في حاجات واقول لا التركيبه كده مش عاجباني، لا الترتيب كده مش كويس، لا هغير كده، لا هعمل كده. فالحمد لله رب العالمين بفضل الله وصلت للمرحله اللي انتوا هتشوفوها النهارده معايا كده. وعايزه طبعا رايكم، اكتبوا لي بقى كده في التعليقات كده ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده. دي طبعا البناطيل بتاعتي، حبيت ان انا كده ايه لما لقيت الشماعات هتبتدي تخستع معايا حطيت كل بنطلونين على شماعه واحده. البناطيل دي بتاعت الخروج بتاعت النزول، زي ما انتم شايفين هي بناطيل واسعه، لان انا البناطيل اللي بتبقى ماسكه شويه او ضيقه يعني على الجسم بلبس عليها بلوزات تكون تحت الركبه خالص. لكن لو هلبس بناطيل واسعه ممكن البس بلوزه يعني ايه تبقى قصيره شويه. المهم بعد بقى كده معلقت كل العبايات وكل البلوزات بتاعتي والبناطيل، فصلت بقى الكاميرا وخدت كده المفارش واللحفه الفايبر زي ما انتم شايفين، عملتهم يعني تطبيقه كده شبه الرول شويه وحطيتهم كده في الكورنر اللي في الجنب اللي انتم شفتوه ده. واستعنت طبعا بالكرسي والملايات زي ما انتم شايفين طبقتها كده وحطيتها في الرف اللي فوق ده خالص. طبعا انا شقتي القديمه لسه موجوده زي ما هي، وفيها هناك سريرين وفيها شويه عفش كده خفاف، وكمان سبت طبعا ملايات هناك وسبت شويه هدوم هناك، سبت يعني كده ايه شويه حاجات محترمه هناك علشان احنا ان شاء الله ممكن في ايام الدراسه طبعا هحكي لكم كل حاجه بالتفصيل هنرجع تاني نقعد في الشقه يعني كده ايام معينه كده في السنه. وهاخد رايكم برضو في الموضوع ده وشوفوا كده التفكير في الحوار ده كده صح ولا يعني هيبقى فيه كلكعه. طيب انا هتكلم معاكم طبعا في الموضوع ده عشان عايزه طبعا رايكم جدا جدا، وفي كمان في حد من المتابعين محتار حيرتي فهنتكلم كده مع بعض وهنشوف كده رايكم وهقول لكم انا عملت ايه. المهم دلوقتي بس عايزه اوريكم ان انا هنا الثلاث رفوف او 4 رفوف تقريبا في المكان اللي في الوش ده قررت ان انا بقى احط فيه حاجه ولادي واحمد، يبقوا كده اول لما يدخلوا كده في وشهم ما يقعدوش بقى كده ايه يعني يلعبوا لي في حاجتي، يعني يبقى حاجتهم كده معروفه في وشهم كده على طول، تيشيرتات بناطيل شورتات قمصان اي حاجه تخصهم حاططها لهم كده في الثلاث رفوف اللي في الوش دول. طبعا انا هنا بفرجكم على البنطلون الجينز ده، بجد عملي جدا 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 وتحفه. البنطلون ده واسع جدا جدا زي ما بيسموه كده رجل الفيل، وبجد بحبه قوي قوي وكان تاه مني والحمد لله لقيته فكنت بصوره كده وبوريه لكم. تعالوا بقى نكمل مع بعض ونشوف انا بعمل ايه هنا كده في الرف ده. طبقت العبايات بتاعت الاستقبال بتاعت البيت بتاعتي وبدات كده ان انا ارصها هنا. طبعا انا ما حبيتش ان انا اقعد بقى واطبق معاكم حاجه وتشوفوني وانا بطبق، انا يعني مش ضريعه قوي في التطبيق فيعني على قدي يعني برضو بس ايه يعني شغاله يعني يجي مني. فعلشان برضو كمان الفيديو ما يطولش اكتر من كده فكنت بقعد كده اطبق المجموعه المعينه اللي انا هحطها مع بعض، وبعد كده كنت بدخل زي ما انتم شايفين كده ارصها معاكم. فحطيت هنا زي ما انتم شفتوا كده العبايات بتاعه الاستقبال زي ما قلت لكم بتاعه البيت، وفي الرف اللي فوق ده كنت بطبق الجيبات بتاعه الخروج بتاعتي، وكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا كده احط كل مجموعه ليها علاقه ببعض جنب بعض، يعني البناطيل الجينز جنب بعض، عبايات الاستقبال جنب بعض، تيشيرتات ولادي جنب بعض، حاجه جوزي برضو مع بعض. يعني كنت بحاول طبعا كوبايه الشاي دي هتبقى مرافقاني طول الفيديو يعني خلاص انتوا حفظتوني بقى ادام شغاله لازم يكون في كوبايه شاي جنبي تخلص يبقى في غيرها على طول. المهم كنت بقول لكم ان انا بحاول ان انا انسق كل حاجه بتاعت حد من ولادي او بتاعت جوزي مع بعض وحاجتي مع بعض، العبايات الجيبات البناطيل البلوزات البيجامات كده، يعني هتشوفوا كده مع بعض الشكل في الاخر هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى هنا الطرح دي كانت دايما عامله لي يعني عايزه اقول لكم مشكله في حياتي، الطرح بالذات لان انا عندي طرح كتير، والطرح في الدولاب القديم يعني سبحان الله الدولاب القديم هو الدريسنج اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده، بس الوضع بس مختلف. لكن كنت بحس ان هو
يعني مش عارفه خالص ان انا انسق فيه حاجه ولا عارفه ان انا احط فيه حاجه، والطرح بالذات كانت بتتكرمش بطريقه غريبه. فانا بصراحه شفت الفكره دي على اليوتيوب وقررت ان انا اعملها، ان انتي تجيبي الطرحه وتطبقيها كده بالطول، وبعدين تلفيها كده رول وتحطيها كده فوق بعضها. يعني ليها بصراحه كذا ميزه، من ناحيه ان انتي تبقي كاشفه كل الطرح بعينيكي وبتبقي شايفاهم كلهم. طبعا الطرحه دي انا كنت فرجكوا عليها مخصوص، لان الطرحه دي عندي من ثانوي، انتوا متخيلين، بحبها جدا ومحتفظه بيها ومش هفرط فيها ابدا لان بجد غاليه قوي على قلبي. المهم من ناحيه ان انتي بتبقي كاشفه كل الطرح بعينيكي وشايفه كل الطرح قدام عينيكي، ومن ناحيه تانية اللفه دي فعلا فعلا بتفرد الطرح. يعني انا عايزه اقول لكم انا الدريسنج مخلصاه تقريبا بقالي حوالي 4-5 ايام. لما بطلع طرحه بستعملها فعلا الطرحه بتبقى مفروده اكنها مكويه بالظبط، ما فيهاش كرمشه، ما فيهاش خطوط، ما فيهاش كلكعه. فبجد حلوه جدا جدا الطريقه دي، جربوها عندكم. بصوا بقى هنا كده بدات ان انا اطبق كل البناطيل الجينز اللي هي يعني ضيقه كده شويه، وحطهم برضو كده مع بعض. زي ما قلت لكم البناطيل اللي هي بتبقى ماسكه عليا او بتبقى ضيقه انا بلبس عليها حاجات طويله جدا، يعني تحت الركبه بشبر مثلا او اكتر. ده سلو بلدنا يا جماعه. ما ينفعش نلبس حاجات تبقى اوفر يعني بصراحه، وانا واخده على كده من زمان، وليا كده ستايل معين في اللبس، يعني ما بلبس اي حاجه كده وخلاص، لا لازم طبعا ابقى مداريه نفسي كويس وابقى محافظه على نفسي كويس. والستايل بتاعي في الهدوم زي ما انتم شايفينه كده حاجات واسعه او حاجات طويله، ولو في حاجه هتبقى ضيقه او يعني ما ينفعش ان هي تتلبس في الشارع، طبعا لازم تبقى مداريه تماما ويكون عليها حاجه طويله كده مغطيها، او نختصر كل ده ونلبس عبايات. المهم تعالوا بقى كده ندخل على الفقرة اللي انا بعشقها، او الرفوف اللي انا بعشقها وبحبها جدا، هي شنطي. بحب جدا شنطي وبعشقها، مع اني يعني لما كنت في الشقة القديمة انا تقريبا كل الناس قرايبي حواليا وجنبي ومامتي جنبي وكلنا يعني جنب بعض، فما كنتش بلبس اللي هو لبس خروج قوي يعني كتير، لاني مش هروح في حتة هنزل امشي خطوتين في الشارع هبقى عند ماما يعني. فالشنط دي كان مهدور حقها بصراحة معايا جدا، وما كنتش محافظة عليها وكانت على طول مركونة. لكن هنا ان شاء الله هحافظ عليها وابتدي بقى ان انا اخرج فيها كتير. في حاجات جديدة في الحاجات دي، وفي الهدوم كمان في حاجات جديدة، وفي الشنط في حاجات جديدة، وفي حاجات طبعا استعملتها كتير جدا، بس الحمد لله بفضل الله يعني الواحد بيعرف يحافظ على حاجته كويس. بصوا انا خدت كده الرف اللي تحت خالص ده زي ما انتم شايفين، رصيت في الاول الشنط اللي هي الكبيره. طبعا الشنط كانت جايه معايا في العزال، عايزه اقول لكم متفطسه بمعنى الكلمه. فطلعت كل الشنط كلها ورحت لمعتها كده كويس تلميعه محترمه، وبعدين بدات ان انا احشي فيها زي مثلا الشنط اللي عندي الاكياس يعني البلاستيك اللي عندي او اوراق عندي، علشان خاطر احاول ان انا انفخهم وارجع كده شكلهم يكون زي الاول. طيب بصوا بقى الشنط الصغنطوطه القمر دي انا وريتها لكم قبل كده في الفيديوهات بتاعت زمان، لو ناس من القدام لسه موجوده معايا هتعرف الشنط دي. طبعا انا قلت لكم كذا مره ان انا احمد جوزي شغال في السياحه، وبحكم شغله في السياحه بيجيب لي حاجات فرعونيه كتير جدا، يعني انتوا طول ما انتوا كده بتتفرجوا معايا على الفيديو لسه هتشوفوا في حاجات فرعونيه كده هتقابلنا. فهو كان جايب لي من الشنطه دي، وبعدين حسيت بصراحه ان هي عمليه جدا، يعني ممكن احط فيها الموبايل لو نازله كده مشوار خفيف، احط الموبايل والفلوس في نفس الشنطه، وبجد عمليه جدا جدا. لو انا مثلا بعمل حاجه في البيت ومش عارفه احط الموبايل فين، لو انا بسمع قران او اي حاجه ممكن احط الموبايل فيها ومع الهاند فري بتاعتي، وابقى حاطه الموبايل في الشنطه ورايحه جايه بقى كده بيه، مش شايله هم ان انا حاطاه على ترابيزه او حاطاه هنا او حاطاه بعيد عن ايدي، لا بيبقى معايا طول الوقت وانا لابساه في الشنطه دي. فهي الشنط الكروس الفرعونيه دي احمد هو اللي كان جايبها لي، وبصراحه لما عجبتني خليته جاب لي منها بقى كل الاشكال، يعني في اللي هي زي ما شفتوا كده عليها القط، وعليها كده تقريبا نفرتيتي، و الاشكال بقى اللي انتوا شايفينها دي بصراحه انا مش حافظه الاسامي الاشكال اللي عليها دي، لو انتوا عارفين اكتبوا لي تحت في التعليقات. المهم بدات بقى كده احاول ان انا انسق الشنط والصنادل. طبعا الصندل ده والشنطه بتاعته لسه ما اتلبسوش ولا لابسه، عندي مناسبه قريب ان شاء الله، فرح قريب، فاحتمال كده احاول انسق عليهم كده طقم والبسهم في الفرح. والشكل اللي هو بتاع الشنطه الحمراء والشنطه السوداء جنب بعض ما عجبنيش، فهغيره دلوقتي. يعني انا عماله كده بنظم كده معاكم، وفي حاجات كده هبتدي برضو ان انا احس ان هي مش منسقه قوي مع بعض، فهغيرها تاني. برضو انتوا اكتبوا لي، يعني انتوا برضو اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي كده ايه رايكم في التنظيم والتنسيق اللي انا هعمله ده.
ولو عندكم افكار برضو اكتبوا لي، يعني انا بجد والله العظيم مش بقول لكم كده كلام وخلاص، لا انا فعلا فعلا بستفاد جدا جدا من ارائكم اللي انتوا بتكتبوها لي والافكار اللي انتوا بتكتبوها لي، وبجد بتلهموني حاجات كتير جدا بتبقى تايهه عن بالي، وبجد انا بنفذها زي موضوع الركنه كده لما كلكم اجمعتوا على الشكل اللي عجبكم وانا عملته الحمد لله معاكم في الاخر وطلع حلو جدا. هنا انا كنت شلت بقى الشنطه البيضاء من مكانها وحطيت مكانها الشنطه السوداء دي كان بالصندل الاسود، حسيت كده ان في تناسق، وهلاقي كده الحاجه جنب بعضها لما اجي البس ولا حاجه. الصندل مثلا لون الشنطه الاتنين جنب بعض، الشوز ده لون الشنطه دي الاتنين جنب بعض، يعني الحاجات كده ايه حاسه كده ان هي شكلها منسق اكتر ان انا احط كل حاجه من نفس اللون جنب بعض. تعالوا بقى كده هنا انا طبعا التسريحه زي ما قلت لكم قبل كده ان اوضه النوم كانت بتدهن، ويعني التسريحه بتاعتها لسه ما خلصتش، فقررت ان انا اجيب كل الحاجات بتاعت التسريحه. في الاول بصراحه قلت ان انا هحطها كده وخلاص مش هرصهم، هحطهم كده. جبت الصينيه الخوص دي كانت عندي، كانت بتاعت المطبخ كانت عندي، فاخدتها كده قلت احط فيها ادوات الميك اب بتاعتي كلها بطريقه عشوائيه يعني. بس بعد ما خلصت طبعا كل ده معاكم الصينيه دي شكلها هيبقى مضايقني جدا بصراحه، فمحبتهاش، فهشيلها وهبتدي بقى كده ان انا احط الحاجات دي بطريقه يعني تكون لطيفه شويه وتكون مريحه للعين، ولو حبيت ان اخد حاجه اخدها بسهوله. وهنا حطيت بقى الكريمات بتاعتي والصن بلوك والحاجات بقى البودره والحاجات اللي انتوا شايفينها دي. على فكره انا عايزه اقول لكم ان انا مش عملاقه يعني في الميك اب يعني، وبنزل يعني انا قلت لكم بتهيألي الكلام ده في فيديو قبل كده ان انا مش بنزل حاطه في وشي فول ميك اب، لا بحط حاجات بسيطه جدا جدا، ده ان حطيت يعني ساعات اصلا ما بحطش ميك اب خالص. معظم الميك اب اللي قدامكم ده انا بستخدمه في البيت. المهم انا حطيتهم الاول كده بطريقه عشوائيه اللي هما حبه الحاجات اللي على اليمين خالص في الصينيه الخوص، وبعد كده هشيلهم تاني وهنظمهم كده بطريقه كويسه. بس انا هقص الحته دي وهتشوفوا كده على طول وهما منظمين. جبت بقى الصينيه التانية الفضيه دي وحطيت فيها كده الزيوت العطريه بتاعتي كلها. طبعا الزيوت العطريه دي برضو احمد هو اللي جايبها لي، بحكم طبعا ان هو بيدخل اماكن كتيره فيها محلات عطور، فبيجيب لي كده زي ما انتم شايفين الزيوت العطريه دي. والاكسسوارات دي طبعا معظمها احمد برضو هو اللي جايبها لي. شايفين بقى الحلاوه والجمال، بجد ذوقه حلو صح ولا ايه؟ ها ان شاء الله بفرجكم على الحاجات دي كويس جدا. بس لما نيجي بقى ننسق التسريحه كده مع بعض، يعني ان شاء الله لما التسريحه تخلص خالص وتتشطب هاخد بقى كل الكلام ده كله 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 ونحطه بقى في التسريحه. طبعا نضاراتي خفت طبعا عليها تتكسر فرصيتها كده بالمنظر ده. ده كان حمام مغربي برضو كان احمد هو اللي جايبه لي، استعملت منه حوالي مرتين او 3 مرات وهو لسه فيه تاني، فحطيته كده عند الطرح قلت ابقى استعمله كمان لحد ما يخلص. بصوا بقى الشوزات دي بجد شوزات تحفه تحفه تحفه، والماتيريال بتاعتها محترمه جدا جدا. الشوزات دي من عند ساره اختي، وهي عامله فيديو كامل للشوزات دي في قناتها، قناه ساره لايف ستايل، وهي بتشتغل في الشوزات دي وبتشتغل في الشنط وبتشتغل في حاجات كتير جدا. بجد حاجتها حلوه جدا واسعارها حلوه جدا جدا. ولما جيت هنا الشقه هي جابت لي الاتنين شوز دول هديه، فبجد يا ساره تسلم ايديكي، ربنا يا رب يخليكي ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا، وذوقك يجنن، والشوزات عجبتني جدا جدا جدا. ولو انتوا عايزين اي حاجه تقدروا تبعتوا لها عندها على القناه، وهي عندها شحن وبتوصل في اي مكان، وبجد حاجتها حلوه جدا واسعارها تحفه. يلا بقى نكمل كده مع بعض ونشوف. هنا انا كنت بقول لكم ان الرف ده انا مش قادره بصراحه استحمله بالمنظر ده، بالذات المكان اللي هو فيه الروجات والحاجات دي، فههده تاني وهنظمه كده مع بعض. ناخد بقى كوبايه الشاي دي من هنا علشان نعمل كوبايه غيرها ونكمل كده مع بعض. بصوا بقى هنا الشنط دي شنط بجد جميله شكلها تحفه، برضو احمد هو اللي كان جايبها لي. انتوا اصلا هتلاقوا هنا في حاجات فرعونيه كتير كده هتظهر قدامكم بحكم الشغل بتاعه، فربنا يا رب يخليه ليا ويجيب لي حاجات اكتر واكتر. طبعا هو عارف ان انا بحب الحاجات دي كتير قوي، علشان كده هو على طول بيجيب لي منهم. بصوا بقى هنا الفوط دي انا بوريها لكم، ويا جماعه ماما هي اللي جايبه لي الفوط دي، وانا نسيت اصورها معاكم في الفيديو اللي فات، وهي بعتت لي كومنت قالت لي فين الفوط يا نوره اللي انا جايبها لك. قلت لها والله العظيم نصورها واوريها للمتابعين بتوعي. 3 فوط دول يا جماعه ماركه، وماما هي اللي جايبهم لي، وهو يا ماما انا صورت لك الفوط وتسلم ايدك وربنا يا رب يخليكي ليا.
طيب هنا بقى حبيت ان انا احط القبعات بتاعه الاستاذ احمد وطواقي المصيف بتاعتي كده جنب بعض وجنب الشنط الفرعونيه دي، فحسيت كده ان هي شكلها شيك كده، وحسيت كده ان في لقطه كده مستوحاه من البازارات اللي هو بيروحها، عملتها له كده في الدريسنج. طب والله انا بقول كلام عميق. بصوا بقى، علشان خاطر السياحه نايمه اليومين دول والسياحه مضروبه تقريبا، فهو لما يبقى مفيش شغل يبقى يدخل بقى كده يقعد جنب ايه الحاجات اللي في الدريسنج دي اكنه راح بازار ورجع. ايه رايكم؟ طبعا دي الحاجات اللي انا ببوظ بيها شعري، طبعا ما اقدرش استغنى عنها، لازم لو ما بوظتش شعري مبقاش انا، يعني انا مدمنه صبغه بصراحه. بس دول الحاجات اللي هي بتاعه التشقير الاول، وبعد كده بروح بقى حاطه الصبغه فبيبقى لونها حلو. وبعد كده يعني ان شاء الله بوريكم، يعني ابقى اقول لكم انا بعمل شعري ازاي وببوظه ازاي. المهم تعالوا بقى نشوف هنا كده. طبعا رصيت الفوط البيضه اللي انتوا شفتوها دي كانت برضو ماما هي اللي جايباها لي، والعبايه الستان رصيتها هنا بالمنظر ده. وفوق هنا كده كنت بحط في الرف اللي هو قبل الاخير، يعني قبل ما احط الشنط دي كده كان في ترنجات بتاعتي كده رصيتها كلها فيه، والشنط دي فيها حاجات لسه ما اتلبستش وما اتفتحتش، فكان عندي تقصير جامد جدا في الشماعات، فسبتهم كده في الشنط بتاعتهم وحطيتهم فوق كده في الرف اللي فوق خالص ده كده زي ما انتوا شفتوا. وهنا بقى طبعا لما النور بيبقى قاطع، المراوح بتاعتي طبعا ما بقدرش استغنى عنها، اموت من غيرها. ودي السباح بتاعتي طبعا، يعني طول ما هي قدام عينيا بصراحه انا بحب اسبح. يعني حطوا دايما كده حواليكم في المكان اللي انتوا موجودين فيه سبح كتير، بجد هتلاقوا نفسكم على طول بتسبحوا. طبعا احنا الكلام خدنا وما قلتلكوش على الموضوع اللي هو بتاع المدارس اللي انا كنت عايزه اتكلم معاكم فيه. طبعا انا المدارس بتاعت ولادي، ابني الصغير في 4 ابتدائي ومدرسته زي ما هي طبعا عند الشقه القديمه، وابني الكبير هو اللي هينقل علشان خاطر رايح اولى ثانوي. فاحنا انا واحمد قعدنا كده نفكر مع بعض شويه ان احنا لسه هندور على مدارس هنا في النزهه ونقدم وشغلنا، لانها قصه كبيره يعني، والموضوع بصراحه حسينا ان هو يعني شغل لنا دماغنا جدا. فقررنا ان احنا ايام الدراسه نروح نقعد في الشقة القديمة علشان بس نحاول ان احنا نخفف قوي من موضوع الغياب. فهنبقى ما بين هنا وما بين هناك ايام الدراسة ان شاء الله، هنقعد فترة في الشقة القديمة وهنبقى نيجي هنا. فيعني انا عايزة اقول لكم ان انا كده هنا ده كان تاني يوم، يعني انا عملت الدريسنج ده على يومين، ده كده كان تاني يوم. طبعا كوبايه شاي جديده جنبي، وطبعا حاولت بقى كده ان انا اشطب كل حاجه، وهنا بعمل لكم كده جوله بعد ما خلصت الدريسنج كله. المهم دي كانت فكرتي انا واحمد، ان احنا نروح ايام المدارس نقعد في الشقه القديمه، يعني مثلا ناخد من كل شهر اسبوعين ولادي يروح المدرسه. وانا طبعا منسقه الموضوع ده مع المديره بتاعه المدرسه بتاعه ابني الصغير. فبصراحة يعني كتر خيرها الست، يعني قالت لي خلاص تمام، انا هحاول برضو ان انا مسجلش الايام كلها غياب علشان خاطر الدرجات بتاعته ما تقلش. فاكتبوا لي كده رايكم في التعليقات وقولوا لي اللي انا عملته ده صح ولا غلط. وكده كده اصلا انا هنقله، بس لما يعني احاول بس كده ان انا احس بالاستقرار ونستقر كده هنا في المكان ونفهم كل حاجه هنا ونعرف اماكن المدارس، فان شاء الله هنقله. والوضع اللي احنا هنبقى فيه ده هيبقى بس وضع مؤقت. خلاص احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، وبتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم، وهستنى بقى تعليقاتكم الجميله، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية جديده. ويلا مع الف سلامه.